السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. النهارده كده ان شاء الله باذن الله جايبه لكم معلومه كده على السريع، ويا رب كده ان شاء الله تعجبكم وتستفيدوا بيها. انا قبل كده كنت عامله فيديو على الطريقه الصحيحه والطريقه السليمه لفك اي طيور مجمده عندك في الفريزر. النهارده هنعمل طريقه سريعه جدا عشان نفك بيها الطيور او الفراخ او اللحمه المجمده في الفريزر بطريقه سريعه جدا، وافضل كمان من الطريقه اللي انا عملتها قبل كده. احنا الاول لما كنا بنفك الفراخ المجمده او اللحمه المجمده كنا بنجيب ميه بارده من الحنفيه وبنحط عليها معلقه ملح ونبدا ننزل فيها اللحمه او الفراخ. الطريقه دي برده كويسه، لكن الطريقه اللي انا هعملها لكم دلوقتي دي النتيجه بتاعتها افضل واسرع اكتر. طب افضل في ايه؟ بتخلي شكل الفراخ ابيض، وبتخلي اللثاير بتاعتها كده طريه، وبتديها فعلا لون حلو قوي، وبتسرع لنا كمان فك التلج عن الطريقه اللي هي ام ملح، على الطريقه اللي احنا كنا بنحط فيها ملح وميه. احنا برضو هنحط برضو ملح، لكن هنحط مع الملح بيكنج باودر. البيكنج باودر بقى يا جماعه بصوا بيفور التلج بطريقه مش طبيعيه، وبيخليها لك تفك بسرعه جدا. وبرجع تاني وبقول دي مش اصح حاجه، الطريقه الصحيحه والطريقه السليمه. انا قبل كده كنت عامله فيديو، لكن الطريقه دي احنا الحقيقه بنلجأ ليها وقت الطوارئ، وقت ما يكون طب علينا حد فجأة واحنا ما يكونش عاملين حسابنا، فعشان كده بنلجأ للطريقه دي. كل اللي احنا هنعمله اللي احنا هنجيب ميه بارده وهنحط فيها معلقه ملح ومعلقه من البيكنج باودر. انا هنا كده جبت الحله اللي انا بفك فيها اي حاجه مجمده، وعندي هنا كده معلقه من الملح، وعندي هنا كده كيس، نص كيس كده بيكنج باودر، حوالي كده معلقه صغيره، وعملت ايه بقى؟ بصوا انا هنا عملت ايه، رحت ملبسه الفرخه بكيس. ما ينفعش تنزلي الفراخ او اللحمه او البط في الميه كده مباشره من غير ما تدخليهم في كيس او تلبسيهم في كيس، لان احنا كده بنعرض اللحمه او بنعرض الفراخ ان هي تشرب ميه، فبتفقد القيمه الغذائيه بتاعتها، فما بيكونش طعمها احلى حاجه. وخلاص كده لبستها في الكيس ونزلتها في الحله. عايزه اقولك في خلال يعني من ربع ساعه، يمكن اقل كمان، يعني من 12 دقيقه لربع ساعه، هتلاقي الفراخ عندك فكه جدا 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 بمفعول البيكنج باودر اللي احنا حطيناه. انا عايزه اقول لكم يعني هو الموضوع كده جه معايا صدفه، عملت مره قبل كده فجه معايا صدفه واداني الحقيقه نتيجه حلوه جدا، فقلت لما اعرفكم على المعلومه الحلوه دي. واحنا كده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب ان شاء الله تبقى المعلومه عجبتكم واستفدتوا منها ان شاء الله باذن الله. لو الفيديو عجبكم دعموني بلايك للفيديو. اللي لسه اول مره يشوف القناه يا ريت يشترك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.